الأجواء القديمة من خلال الصوت هذايا اللي يعبر على آلة الرباب. جولة بحثية علمية نظرية أكاديمية وحلمنا شوية. وديما تقعد الموسيقى أقوى من الكلام، ديما الموسيقى أبلغ من الكلام. والمثل الفرنساوي يقول لا ميوزيك نيكزيست كو لورسك لي جوي، معناتها ما فماش موسيقى إلا ما نعزفها. نجم نقعد نحكي لكم 4 أيام عن الموسيقى ولا 4 أشهر، لكن ما يشي أبلغ من جملتين يعبروا حقيقة على الآلة. هي تعبر على ذاتها، هي أقوى من الكلام عليها، هي أقوى من البحوث، هي تقعد ديما حاضرة. العيب مش فيها هي، العيب فينا احنا
اللي ما نعرفوش نعصفوا عليها بالكدا. انا حاولت نجتهد بالطبيعه، ما يجي واحد يقول لك القديم مش باهي، لا خاطر كمان خير، لا هو باهي في وقته وعمل دوره كما يجب ويقعد ديما باهي. انا هذايا هو الرساله اللي نحب نوصلها للشباب الجديد، كان كل حاجه قديمه خذت وقتها وقامت بواجبها، لعل في وقتها هي تكون ثوره تكنولوجيه، لعل في وقتها تكون هي قمه الابداع الفني وتقعد ديما هكاكا. وما صحيحه المقارنه بين القديم والجديد بالمفهوم نتاع الجديد. مش نقول خاطر توا ولات فما تكنولوجيا جديده ولا الات جديده الور القديم الكل غالط ومش باهي ونذموه ونوليو نطيحوا له من القيمه نتاعو، لا بالعكس، القديم في عصره يقعد عنده قيمته. الاختراعات والاكتشافات والآلات الموسيقية والناس الكبار والبني والقصص والاختراعات العلمية والطب القديم، وكل هذاك يقعد في عصره في وقته عنده قيمته. ومثالش كي نرجعوا له ساعات حاجات ونتذكروها ما ننساوهاش. تراثنا ديما خاصة التراث الفني، لأنه هو ما هوش شيء مربوط بزمان ولا بمكان. اللي نسمع الصوت هذا نستمتعوا به في أي وقت